ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يوم جديد وفيديو جديد. هنلاقي اسراء قاعده على الارض النهارده، قاعده معاكم على الارض النهارده عشان نطبخ مع بعض سمك مقلي. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. محدش يحط اللايك، واللي ما اشتركش يشترك بسرعه. اتفضل ولا يسأل. تفضلوا جدا من داخل مصر خارج مصر، كلكم على راسي. منورين ومشرفين. زي السمك مقلي وريت حبايه وحبايه. عايزه كده تشجيع كده من كده، تشجيع من النار. شجعوني يا جماعه. انا طبعا كنت حاطه طاسه اهي، وحاطه طاسه على النار اهو. حط الرز بقى. هنعمل رز حبايه وحبايه. قاعده الاقي اسراء اقول لكم قاعده على الارض بقى، ما كنتش قادره اقف. انا قلت لكم الفيديو اللي فات بيبقى عشان اقعد على الارض، لان ضهري وجعني مش قادره اقف. ضهري وجعني مش قادره اقف. على انت طالعه تحطي كده بدي طيب. ممكن تطلعي من كده، تطلعي ممكن تطلعي او كده. نحط اللايك، حط اللايك عشان رايحين. دي تعرفي ازاي؟ ازاي؟ وقعدنا الزيت ازاي؟ حطوا اللايك يا حبايبنا. حطوا اللايك يا احلى اخوات. مش قادره اقف يا جماعه والله. انا عندي البوتاجاز كبير 5 شعلة بس مش قادره اقف. مش قادره اقف خالص يعني. ايشي يا كابي. امه خلي الام. خليك قبل ما اجيب. امه شعرك واقف على حاجه كده. تستاهل من النوم يا ولاد، ما تاخدوش على كده شعرك. تستاهل من النوم. واقف زي الزمن الواقف. واقف زي الزمن الواقف. يعني ما تركزوش، يعني ما تركزوش. شعره واقف خالص. صلوا على النبي كده عليا افضل الصلاه والسلام. ما حطش لايك يحط اللايك، واللي ما اشتركش ينزل يشترك بسرعه. نوروني كده وشرفوني في مملكه اسراء وفي يوميه اسراء. نورونا وشرفونا يا حبايبنا يا احلى خط في الدنيا. سمك بقلي كله بدقني. شو الدقه الحمراء يا ولاد؟ شوفوا كلها احمر. شرفونا كده يا حبايب قلبي، وتشجيع كده. ربنا يستركم الدنيا واخر في شر المرض يا رب، اللهم امين. مش قادره اقف يا ولاد. انا عندي بوتاجاز 5 شهر بس مش قادره اقف. ما بقدرش اقف. ضهري وجعني. ما جبتش بتاع بتاع اتحرق. ولا حاجه. ولا حاجه. ولا حاجه مصر. بصي راعي في ماما. لما اقوم ايه اصفي الميه اللي بتحطي له خلي خفيف. اصفي الميه اللي وديلكم. تعالى خلاص. خف يا جماعة وجري.
تعال. شطفت الرز تاني وصفيته. شطفت تاني من الميه وصفيته. ارجع ورقة. انت يلا انت بتعمل ايه؟ ده بنتها بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بيقلبها. هو حاطط ده في الطاسه؟ ايوه حاطه في الرز وجايب كرشه وحطها في الحل زي ما انا بعمل زي ما انا بعمل كده 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 ايه؟ كده 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 ايه؟ كده ايه؟ كده صارت منكوشه ليه؟ صارت منكوشه ليه؟ بيتي ارجع تاني يا حبايبي بقى الرز ياخد لون بس عم ياخد لون هجيبلكم كده يا حبايب قلبي. الرز يبقى حبايه وحبايه مره اهو. حطوا بس شويه فلفل اسمر. ده الرز حبايه وحبايه النهارده. احنا بنعمل جنب السمك المقلي زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه رز ببصل. بص بقى قلت لو انا عندي رز ببصل في الثلاجه. عندي رز ببصل كتير متكلمه من قبل كده كانت بتاع عامله سمك مقلي. قلت نعمل رز ايه حبايه وحبايه مرات تغيير كده يعني نعمل تغيير. تغييرات كتير يعني انا عندي رز ببصل في الثلاجه كتير. قلت نعمل شويه بس كده ايه بس كده. هتبقى الملح قصدي الشاي. اتفضلوا شاي يا حبايب قلبي. اتفضلوا شاي. شاي كفايه. تعالى اما اقول. اوعى عشان النار. دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ سرح شعره يا ولاد. سرح شعره وحط زيت وغسل شعره. سرح شعره؟ ايه يا بنتي؟ يحيى ابوها مش هنا ده. انت عامل شعرك في مكتب كده. ها؟ شعرك مش كده. عملت زي عفريت العيد كده. مش يجي الشعر بايده. خلصت يا عمو؟ معرفش الا اتنين. ياهو قول لهم ازيكم. رحمة الله ازيكم. سمعت يا ياسين. حبايب قلبي. رحمة الله يسلمك. كده حطوا الميه كده باي. متعملوش باي، احنا لسه ما عرفناش. بقى. قول لهم بقى. قول لهم اتفضلوا شاي. اتفضلوا شاي يا اخواتي. قول لهم شوفوا بابا. شوفوا بابا. شوفوا بابا يا جماعه بتتعاملوا ازاي بايده. شوفوا. شوفوا بابا. بس الحمد لله ربنا عافى عنه وشفاه. ربنا يشفاه ويحش عنه يا رب. اللهم امين يا رب. يشفي كل مرضى المسلمين. بقول لكم الواحد لما بيجي يطبخ يبقى رحمه مشتاق نفسه.
الدنيا حر بص بطريقه رهيبه. بعد ما اشتغل عايزه اقول لكم السمك المقلي احنا بنحطه ناشف. حتى الكبير ده اهو بقعد اقلبه مرتين ثلاثه كده عشان ينشف، بس الكبير ما بينشفش برضه زي الصغير. الصغير بينشف انما الكبير ما بينشفش. بقعد اقلب فيه كتير عشان ينشف. متحبوش تاكلوا طري احنا ابدا، في ناس بتاكله مهيه. مهيه اللي هي اسراء طري طري كده مش حلو. نيتا غني يلا. نيتا دقاق الدقاق دقاق مفيش شعرتك بقى. اوعى ايه مفيش شعرتك. اكبر لا اكبر لا اكبر لا اكبر. ماشي بقى وارجع لكم تاني كده عشان نعمل السلطه مع بعض. كده يا حبايب قلبي خلصنا السمك اهو زي ما انتم شايفين اهو السمك خلص. نقلب بس مع بعض نقلب بس مع بعض الرز كده. الرز نشف بس هيتلبن بس. ارجع القح ارجع القح ارجع القح فيه كده بس هيتلبن وارجع لكم تاني عشان اعمل السلطه. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي. انا الرز طبعا بيتلد. انا جبت على البوتاجاز الكبير اهون، جبت على العين الكبيره على البوتاجاز الكبير. قلت بقى بعمل معاكم سلطه. قلت بقى اللايك بقى اللي ما اشتركش ينزل يشترك. كلمه الكل كده تحت كلمه 3 اختيارات كده في على ايدك الشمال 3 اختيارات كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد من ام عمر. يلا كده يا حبايب قلبي كده يشجعونا كده. بقالنا داخلين على 3 سنين وما جبناش 50,000. والله العظيم ده يخص عليكم 1000 يخص. والله العظيم عيب كده قوي 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 لما لسه داخلين على 3 سنين وما جبناش 50,000. كده عيب قوي. يعني انتوا بجد لو بتحبوني وبترزوني هتقفوا جنبي. واللي ما اشتركش يشترك. حبايبكم وعليكم واخواتكم وكل اللي يعني كل حد قرايبكم وتعرفوه حبايبكم كده وتوصلوا الفيديو كده. تشيروا الفيديو يا جماعه. بالله عليكم تشيروا الفيديو وتتفرجوا على الفيديو للاخر كده وتشيروه لحبايبكم ولاخواتكم ولاصحابكم والاعز حاجه عندكم. وتشيروا كده الفيديو كده واشتركوا حبايبكم كده. لما اشتركش يشترك كده يا حبيب قلبي. يا رب خليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي ويجعلكم سند بعد ربنا سبحانه وتعالى في ظهري. وبيكم هنوصل ان شاء الله. بيكم هنوصل. من غيركم مش هنبقى ولا حاجه. جدعانوا كده بالله عليكم. ربنا يستركم دنيا واخره. يكفيكم شر المرض وتفرحوا وتهنوا وتستطروا وتستعدوا. وكل بنت في الدنيا ربنا يسترها دنيا واخره وتفرح مع اللي ربنا يرزقها به. ابن الحلال يريح قلبها. اللهم امين. وكل واحد ربنا يصلح حاله ويرزقه ويوسع رزقه من حيث لا تحتسب. انا وانت امه محمد. واللي ما جعلوش بالخلفه الصالحه ربنا يا رب يجعله الخلفه الصالحه الولد الصالح يا رب. والله ما ينفع كده لما انا الوقت داخل على 3 سنين وما جبتش 50,000 حتى. يعني لسه حتى ما جبتش 50. يعني انتوا مش عايزين توصلوا لي 50 ولا 100,000. ينفع كده يا حبيبي؟ والله ما ينفع كده ابدا. جرعانوا كده يا حبايبي بالله عليكم. بالله عليكم جرعانوا معايا. جرعانوا كده شدوا حيلكم مع اسراء. واللي ما اشتركش يشترك كده عشان يوصلوا كل جديد ام عمر بتعمله ان شاء الله باذن الله. جرعانوا كده يا حبايب قلبي يوصل لكم كل اللي بنعمله ان شاء الله. انا طبعا خلصت السمك ومسكت الحته اللي انا كنت قاعده فيها الطرقه اللي كنت قاعده فيها. مسحتها بالايد والجرور ومسحت البوتاجاز وفرشت الفرش الموكيت السجاده الطويله وكنستها. وجبت الرز على العين الصغيره على البوتاجاز اللي هو الكبير يتلدل مع نفسه بقى. وقلت ما هعمل السلطه معاه. عايزه اقول لكم بقى ان الميه قطعه. يعني حرفيا انا مخنوقه.
مخنوقه ليه؟ لان الميه قطعه، مانيش عارفه اغسل، في مواعين في الحوض كتير مش عارفه اغسلها. وانا داقي وداقي اما اكون الميه قطعه ببقى مخنوقه جدا اما اكون الميه قطعه. لان الميه دي يا جماعه روح البيت، الميه دي روح البيت. يعني لو الميه قطعه الواحد بصته اكيد ان الدنيا كلها جايفه حواليه، وانا ما بحبش كده. يعني الميه بالذات لما تكون قطعه والمواعين في الحوض تحس ان الدنيا جايفه، المطبخ نظيف والمواعين نظيفه تحس ان الدنيا كلها نظيفه حواليك. نعم. مقص حامي. هتقص ايه؟ مش بالمقص، دي لازم يكون مقص اللي هو بتاع اللي في الدرج الصغير بتاع الحلاقه. مقص الحلاقه اللي هو اللي في الدرج بتاع اخوك. والله العظيم يا حبايب قلبي اما تكون الميه قطعه بحس ان الدنيا بصوا شايله هم الدنيا على دماغي. بحس ان الدنيا جايفه، مش قادر ان انا استحمل واشوف مواعين قدامي في الحوض. اما بغسل مواعيني ومطبخي نظيف بحس ان الدنيا كلها نظيفه، كل الدنيا حواليا نظيفه. وطبعا شقتي نظيفه على طول وما فيش حد بيوسخ الا رحيم، بس ربنا يخليه لنا يا رب ويبعد عنه اي مكروه سوء، وولادكم وولاد امه محمد كلها، ويخلي لكم ولادكم يا رب وتفرحوا بهم. وهو بوسخ ونرجع ننضف. يعني احنا ممكن عاوزه اقول لكم ان احنا بننضف في اليوم ولا 50 60 مره والله العظيم بجد. بس بقول لها بقى سيبيه سيبيه يا لما يلعب وكده وكده كده احنا بننضف ورا، بس سيبيه يلعب. يعني عيل بيلعب وكده فبنسيبه يلعب بقى مع نفسه وكده، فما بيخلص لعب وكده ويجي ينام بننضف، بنشوف احنا بقى نعمل ايه، بننضف وراه. عايزه اقول لكم بقى يا حبايب قلبي، احنا بنعمل جنب الرز الاحمر، الرز قصدي سوري السمك المقلي ورز البصل. وانا عاوزه اقول لكم بقى ان انا عندي طبعا حله من السمك اللي فات، حله رز احمر بالبصل من السمك المقلي اللي فات في التلاجة والله العظيم بحالها ما حدش كلها. فحرام لما انا ارميها، حرام حرام لما ارميها حرام. فحرام يا حبايب قلبي لما ارميها. قلت بقى اما اعمل شويه رز عليها كده ايه، زي ما انتم شايفين حله صغيره كده، عملت شويه رز ايه يعني حبايه وحبايه. وبعدين حبايه وحبايه ده احنا بنعمله جنب السمك المشوي، بس مش مشكله بقى. انا قلت ما اعمل جنبه ايه. مش عارفه يا ولاد ليه دروستي كلها بتوجعني واسناني ليه، مش عارفه في ايه بالظبط، مش عارفه بجد والله. انا بقالي كام يوم كده، بقالي اسبوع اما باجي اغسل سناني بالفرشه، يعني كنت بغسل على طول بالفرشه وما كانش فيه حصل لي كده خالص. اما باجي اغسل سناني بالفرشه الاقي السنان زي ما يكون كل ضروسها وسناني ملتهبه خالص، مش عارفه اكل ولا عارفه اشرب ولا عارفه اغسل سناني، مش عارفه يعني مش عارفه امسك الفرشه اغسل سناني. يعني انا بغسل سناني كل يوم بالفرشه الصبح اول ما بقوم من النوم، وبعد الاكل وبعد ما بشرب الشاي وبعد اي اكل بغسل سناني بالفرشه والمعجون. بس عاوزه اقول لكم سناني مش عارفه فيها التهابات ولا ايه، ضروستي وسناني فيها التهابات، بحط الفرشه عليها ما بستحملش، يعني مش قادره امشي الفرشه قوي، يعني اهك قوي كده بيها. مش عارفه فيها ايه بجد، ملتهبين بقى ولا ايه؟ يمكن حد عنده علم بقى بالموضوع ده يقول لي. اكتبوا لي كومنت حلو ازيكم كده بسرعه، كومنت جميل ازيكم كده اللي بيتفرج عليا واللي بيتابعني. كلكم على راسي طبعا، كلكم على راسي، كل اللي بيتفرج عليا ومتابعنا كلكم على راسي. وطبعا مشرفيني ومشرفين حياتي كلها من داخل مصر وخارج مصر، كلكم على راسي. وطبعا الشرف ليا كل اللي بيتابعني وكل اللي داخل عندي جديد، الشرف كده لا طبعا على راسي. وكل اللي بيحط لي كومنت جميل طبعا الشرف ليا، وكل اللي اشترك وكل اللي بيقول كلمه جميله طبعا الشرف ليا، يعني كلكم على راسي من فوق. وانا اتشرفت بكم كلكم، كل اللي داخل عندي جديد اتشرفت بكم كلكم من اول ما فتحت القناه لغايه دلوقتي كلكم على راسي. رحيم عصر بقى الليمون. عايزه اقول لكم الله اكبر الله اكبر الله اعظم ضمن اللي عايزه اقول لكم العشاء بتبدا. انتوا عارفين ان بقى اخدتوا عليا انا بطبخ كل يوم المغرب او العشاء، كل يوم على ما بنقول لهم من النوم بقى، كل يوم المغرب او العشاء. اكبر اكبر اكبر
عايزه اقول لكم رحيم ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لي فيه يا رب ويخليه لنا ما شاء الله. كل ما بيسمع الاذان، كل ما بيسمع الاذان اي اذان يقول لي ابر، اقول له ابر يا قلبي ابر. كل ما يسمع الاذان يقول لي ايه ابر، يعمل لي كده ابر، حطي له على ودانه اقول له ابر. ربنا يخليه لنا يا رب ويحميه ويخلي لكم اولادكم وتشوفوهم احسن الناس، اللهم امين. ما شاء الله يعني ربنا يخليه لنا يا رب. بصوا بقى حطي شويه خل، مش هحط خل. حطي الخل كده. يا رب الله اكبر الله اكبر، الله اعلى واعظم وافضل من الله. بس كده كده انا عملت السلطه يا حبيب قلبي. يا لو تعالي نحطها بقى في التلاجة ونغطيها كده، نحطها في التلاجة كده. واقول لكم بقى ايه يلا يا حبايب قلبي، يا رب الفيديو يكون عاجبكم النهارده ونال اعجابكم، واكون عاجباكم وعنده حسن ظنكم، واكون خفيفه عليكم كده، تحبوني زي ما بحبكم. في رعايه الله، معايا الف سلامه يا حبايبي.